قبل ما نبدأ الحكاية، لو انت من الناس اللي بتحب الغموض والرعب اللي يخليك تعيش جوه القصة، انزل دلوقتي دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات الجاية. صدقني اللي جاي هيخليك تشك في كل صوت تسمعه بالليل. أنا اسمي كريم، اتخرجت من كلية آثار من كام شهر، ولما جالي اتصال من إدارة متحف القاهرة الكبير إني اتقبلت في وظيفة مساعد أمين مخزن الآثار، كنت طاير من فرح. في أول يوم الكل كان لطيف ما عدا راجل عجوز اسمه عم حسان، حارس المخزن اللي المفروض اشتغل معاه. كان قليل الكلام، وكل ما اسأله عن القسم اللي هنشتغل فيه يقول لي: ما تسألش كتير يا ابني، الشغل هنا له احترامه. آخر اليوم سلمني المفاتيح وقال: هتبدأ شفت الليل من بكرة، وخليك فاكر المتحف بعد 12 بيبقى له ناسه. ضحكت فاكرها هزار، بس بعدين فهمت إنه ما كانش بيهزر. في أول ليلة كنت لوحدي تماما. الساعة كانت حوالي 1:30 بعد نص الليل. كل حاجة كانت ساكنة، بس فجأة سمعت صوت خربشة خفيفة جاية من غرفة المومياوات. رحت هناك بكشافي، ولما فتحت الباب حاجة جريت بسرعة ورا الصندوق الخشبي الكبير. ضحكت، أكيد قطة دخلت بالغلط. لكن لما قربت شميت ريحة غريبة، خليط بين عفن وشيء محترق. وبعدين شفتها، المومياء اللي كانت ملفوفة كويس امبارح دلوقتي شريط الكتان اللي عليها متفكك. رجعت خطوتين بس فجأة الكشاف بتاعي فصل. في ضوء ضعيف شفت ظل طويل يقف وراي، ولما لفيت ما كانش في حد. الليلة التانية كانت أسوأ. كنت بحاول أركز في ورق الجرد، لكن سمعت صوت همس زي حد بيكلم من جوه الجدران. قربت أكتر وسمعت بوضوح صوت بيقول: رجعوه مكانه. اتجمدت، سألت نفسي مين بيتكلم. فجأة الباب اتقفل ورايا بهدوء، والهواء اتغير كأنه سقع قبر. الكشاف وقع من ايدي، ولما نورت الموبايل كل التماثيل الصغيرة كانت مدارة ناحيتي. أنا متأكد إنها كانت في اتجاه تاني قبل شوية. يعني يوم الصبح قابلت عم حسان وقلت له كل اللي حصل. ساعتها وشه اتغير وقال: كنت عارف ما كانش المفروض يفتحوا الغرفة دي تاني. سألته ليه؟ قال بصوت خافت: الغرفة دي فيها مومياء الكاهن نفر أمون، آخر واحد اتعامل معاها اختفى. وحكى إن من 40 سنة عامل كان بينظف الغرفة دي، وتسجل آخر حاجة في الكاميرات إنه كان بيتكلم لوحده، وبعدين اختفى. رجعت الشغل آخر ليلة وقررت أصور كل حاجة بالموبايل. فتحت الكاميرا وبدأت أسجل. الصوت رجع تاني، المرات دي كان واضح أكتر. سيبوني في مكاني. الهواء اتقلب، التماثيل وقعت، والزجاج اتكسر. الجدران نفسها كانت بتصدر أنين خفيف كأنها بتتنفس. قربت من التابوت ولقيت تحته ورقة صغيرة مكتوب فيها بخط إيد حديث: لو وصلت لحد هنا خلاص بقى دورك. الكاميرا وقعت والصورة اتشوشت. الصبح الأمن لقى الموبايل، بس كريم ما تلاقاش له أي أثر. من ساعتها إدارة المتحف قالت إن كريم ساب الشغل ومشي، لكن عم حسان اتنقل لمستشفى المجانين بعد يومين. كان بيقول لكل اللي يشوفه: رجعوه مكانه قبل ما يصحى تاني. الناس اللي بتشتغل في المتحف دلوقتي بيقولوا إن بالليل في أصوات بتتسجل في الكاميرات. صوت شد بيقول: أنا هنا لسه مستني النور يطفي. ويمكن في الليلة الجاية لما المتحف يهدى هتسمع الصوت ده بنفسك. وفي آخر الفيديو أحب أقولك: لو جربت تدخل المتحف بعد نص الليل وما سمعتش الأصوات دي قبل كده، دوس لايك واشترك وفعل الجرس عشان مفيش حد يعرف امتى الحاجة الغريبة دي هتحصل تاني.
وانت ممكن تكون اللي هتشوفها المرة الجاية. بحبكم في الله. سلام.